الرحمن الرحيم. عايزين نسمع بعض، عايزين نسمع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الى كل المصريين الشرفاء اللي موجودين النهارده في ميدان مصطفى محمود، اللي ما بيقومش لحد مقدور بيقبض مقوزه وقناه الجزيره الحقيره. احنا مش النهارده جايين عشان نقول حسني مبارك، النهارده كلنا جايين عشان مصر. مصر يا جماعه بعض المأجورين امثال البرادعي والمزور ايمن نور عايزين يحكموا مصر. البرادعي اللي دمر العراق، البرادعي اللي جاي يدمر مصر، هذا الرجل النحس اللي من يوم ما جه خراب انفلونزا طيور وخنازير، من يوم ما جه كان ادم ونحس على البلد. عايز اقول لكم يا جماعه، احنا النهارده كلنا اي حد بيحب البلد دي، انا ما يهمنيش مين يجي رئيس جمهوريه، لكن يهمني مش ممكن ده انت لو عندك عامل او شغال وقعد يخدمك 30 سنه ما ينفعش في الاخر تقول له اطلع بره وروح دلوقتي. العيال اللي بتقول الكلام ده عيال مش مؤدبين مش محترمين، ابهاتهم ما عرفتش تربيهم. وعايز اسال البنات اللي نايمه في ميدان التحرير بقى لها 7 ايام، انت يا بنت مالكيش اب وام واخ ولكوا عيب؟ انا مش فاهم، عمالين تشتكوا من التحرش وتشتكوا. انت البنت اللي عامله يافطه كاتبه ارحل يا خنزير، ابوكي هو اللي خنزير. ابوكي لو رباكي مش هتقولي الراجل على الاقل في سن ابوكي ارحل يا خنزير. الخنزير ده يا كدابه كان بيقود طيران مصر، طيران مصر وانت لسه في بطن امك او ما اتولدتيش. اللي لافين علم مصر، اللي لافين علم مصر وعمالين يتمحكوا في مصر في ميدان التحرير، ما هو ده الراجل اللي حرر مصر من اسرائيل. ولا احنا بننسى؟ انا عايز اسال البرادعي وايمن نور 73 كانوا فين؟ البرادعي كان فين؟ البرادعي عنده عقده نفسيه من مصر عشان ما جابتوش رئيس الطاقه النوويه، ولا يا ريته ما جه، ما دمر العراق. وايمن يا ايمن يا نور، اللي ما يقدرش يحكم بيته ما يحكمش مصر. يحكم بيتك الاول. انت بتتكلم عن مصر ايه؟ ده انت عندك ولدينك بيتعلموا في لندن في مدارس اجنبيه بالدولارات والدينارات. انا عايز اسالكم سؤال، مين موزة دي اللي شكل الخدامين اللي ترمي لكم دولارات تحت جزمتها يا كلاب عشان تشتموا بلدكم؟ موزة دي اسالوها بتعمل ايه في نيس وكان وفرنسا، اسالوها. دي اللي جايه تحكم بلدنا وبقول لي انتوا قناه الجزيره، العيال السفله، العيال المجرمين. احنا ممكن نبلع في سفاره قطر، بس شعب قطر شعب محترم ملوش علاقه بالموضوع. انا عايز اقول للراجل التخين ده، اول مره اشوف امير بمقطوره وراه. يا امير ابو مقطوره يا خاين يا اللي احتليت البلد من ابوك. واحد يا جماعه ما عندوش وفاء لابوه هيبقى عنده وفاء لبلد. ليه امير قطر على فكره ليه بيوت هنا في مصر وعمال يشتري الفور سيزون ويشتري مش عارف ايه ويشتري ايه. طلع يا اخي اليهود اللي في بلدك الاول وبعدين اتكلم مع الناس سيادك في مصر. انا مش عايز الناس تفتكر يا جماعه ان احنا جينا عشان حسني مبارك، وانا قلت الكلام ده في التلفزيون امبارح، قلت لكم ان حسني مبارك
الراجل مش هيمشي ومش هيرشح نفسه، لان انا عارف شخصيه حسني مبارك كلها كبرياء، كبرياء من كبرياء مصر. النهارده بدل ما اقول له مشكرين يا ريس اقول له ارحل يا خنزير. دول عيال سفله مش متربيين. انا بطلب منكم كلكم دلوقتي نطلع كلنا على ميدان التحرير. ده ميدان التحرير للشرفاء، مش ميدان التحرير للمرتزقه المأجورين. وزي ما قلت اذا كان الجيش المصري صدره لسه ما نفسه، الشعب صبره نفس. انتوا